افماك زيداتر پرورده و دید اف دورا جه شهید شورشه ام پیروز دکن اف دورا وین خلاص بکن ببی جوابك جه اف تهدیدنا را حمو او تهدیدنا وین کانه من بین بخینن هگر جن خازانه بکی خبری خستم بکی خا تنظیم بکی خناس بکی دوی آلی دا او ببی جوابك جه حمو تهدید در ورا ان من جن جیانا آزادی پروردهکو لکادو شد بیروان هاتا داین لکن میشه بیروان هاتا داین ازب حمو هزا خواه باش تبلي وكافة الشعوب المضطهدة وكافة الشعوب المضطهدة ولكل رفاق أقسم اسمي دمسال شاهين. سبب انضمامي لليبجة تأثرت بخالي الشهيد، يعني كيف بحاول انه يفدي بروحه للوطن والأرض ويدافع عن أرضه، ومشان هيك تأثرت بيه وضميت لليبجة. أما هين بين التدريب أكثر شيء تأثرت بيه بين الرفاق، الروح الرفاقية، المقاومة، كيف الرفاق يقاومون، يعني مهما يصير يقاومون. أكثر شيء تأثرت بيه تاريخ المرأة، يعني كيف كانت المرأة مضطهدة، كيف كانت عم يعذبونها، كيف أما هسه تغير رأيي، عرفت حقيقتي، عرفت حقيقة المرأة بالإجمال، عرفت إيش حقوقها، صار عندي رأي. وتأثرت في فكر القائد، تأثرت بالشهداء كيف عندهم مقاومة، تأثرت بالرفقات اللي بالسجون اللي بالجبهات. وأما هدفي إني أطلع من هنا أدافع عن كل امرأة مضطهدة. اسمي تيجدا هافين، جيت انضميت لليبجة، ما كان عندي أي فكرة، بس كنت شوف دائما هالرفاق، كثير في من الرفاق والبنات يجوا ينضموا، ما كان عندي فكرة، كنت بس اسمع عن هالقوة، قوة اليبجة، القوة اللي العالم كلها بتعرف عنها وبتحكي عنها. حبيت اجي اتعرف عليها، جيت انضميت لهون. بانضمامي صار عندي كثير معرفة شو هي القوة، عن شو بتدافع عن كل امرأة مضطهدة. لما انضميت لهون واخذت الباروردة، كنت مفكر انه بس الرفاق الاكراد، لا، في رفاق اكراد، في رفاق عرب، رفاق ارمنيين، يزيديين، كل اي امرأة مضطهدة عم تجي تنضم لهون، لانه نحن عم نطالب عن حقوق الامرأة المضطهدة. اي امرأة مضطهدة بالعالم اكيد نحن رح نطالب عن حقوقها. هون انا بالتدريب اللي اخذته، اخذت القوه من هو ما تعرفت على الرفاق اللي بالسجون، اخذت القوه منهم، اخذت الصبر من الرفاق اللي بالجبهات، الرفاق اللي هي هلا بالجبهات واقفه وصابره وعم تدافع عنا، عم تحمينا نحن كله مشاننا، مشان نحن نكون حرين، مشان نكون عنا شعب ديمقراطي، امه ديمقراطيه. اساسا نحن هدفنا كله تكون امه ديمقراطيه. هدفي يكون حرر كل امرأة مضطهدة، دافع عن كل امرأة بالمجتمع ما بتعرف شو هي حقوقها ولا شو هي حريتها، عن كل وحدة مسلوب حقوقها مسلوب حريتها. كون امشي على خطى الشهداء.